والموضوع ده على فكرة من قديم الأزل، يعني من خلال قراءاتي الكثيرة ومن خلال تعمقي في الشخصيات منذ أزل التاريخ، وأنا عمال أشوف الموضوع ده وأسأل نفسي يعني ليه ممكن واحد يضحي بحياته علشان خاطر حد تاني؟ إيه اللي يخلي واحد، يعني إيه اللي يخلي واحد يجازف بحياته ويخلص على نفسه ويلقي بنفسه في التهلكة من أجل واحد تاني؟ لما فكرت زيادة عن اللزوم توصلت إلى أن التربية الدينية نفسها هي السبب في خلق مثل هؤلاء البشر بيننا. واحد عديم الفائدة، عديم الكينونة، ملهوش أي أثر في الحياة، ملهوش أي قيمة في الحياة، يجي واحد تاني أكثر منه ذكاء وأكثر منه دهاء يلعب في دماغه فيخليه يعمل كل ما هو محرم وكل ما هو فاسد وكل ما هو شنيع تحت اسم الدين. غلف غلاف اي شيء غلط انت عايز تعمله بغلاف ديني وابعته لهؤلاء الناس وهم هيمشوا وراه. هذه المواضيع اللي لما فكرت فيها لقيت ان ملهاش غير تفسير واحد. دول قالوا للشيطان يا سيدنا روحنا في ايدك مش في ايدنا، ان قلت نقتل اوام هنقتل ان شاء الله حتى يكون ولدنا، ان قلت نحرق اوام هنحرق ان شاء الله حتى يكون وطننا. ده واحد ألف والتاني غنى، والكلاب اللي ما بينهم فرحوا هاصوا في اللي جرالنا. أما الجنود دول على الحدود أو في الكمين وهم أسود وفي دمهم كرامة بلدنا. قالوا حياتنا على طول رخيصة، على إيه يا ناس الناس حريصة؟ في حاجة أغلى من بلدنا؟ في حاجة أغلى من الوطن؟ في حاجة أغلى من الدم؟ الدم لم يبقى له حرمة في هذا العصر. كثرة الدماء التي تراق وكثرة القتل وكثرة وشناعته وبشاعته لو دلت فإنها تدل على أننا في شر آخر الزمان، وإن دلت فإنما تدل على القسوة التي انتابت كل الشعوب الجهلة عديم الفائدة وعديم المروءة وعديم الكفاءة والذين ينساقون وراء الشيطان ووراء البلاوي السوداء اللي احنا بنشوفها. عزيزي، ايه اللي يخليك تجازف بحياتك وتموت نفسك علشان حد ما تعرفوش؟ من الذي يمتلك مفتاح الجنة؟ هل هو بشر؟ فكرتوني بصكوك الغفران اللي كانت في القرون الوسطى، ان كان حد يقول لك بيشتري صكوك الغفران عشان يدخل الجنة. بينك وبين ربنا مفيش واسطة، بينك وبين ربك العلي القدير ليس هناك واسطة، مفيش حجاب. انت ممكن تدعي ربك في مكان، اي مكان في على وجه الارض، ربك يستجيب منك دون اي واسطة ودون 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 ودون. ربنا خلق الحياة علشان الناس تتنعم فيها بمقدار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اتمتع في الحياة، وما حياة الدنيا إلا لهو ولعب وإنما الآخرة دار البقاء. إيه اللي يخليك تموت نفسك علشان حد ما تعرفوش؟ علشان حد زرع في داخلك فكرة فأنت مشيت وراه وانسخت وراه دون أدنى تفكير. ليه الناس وصلت لهذه المرحلة؟ إذا أعملت التفكير وإذا أعملت دماغك في كل ما يدار حولك هتعرف إن دي فتنة، إن دول الناس موجهين. هو ليه ما يروحش يموت نفسه عشان يدخل الجنة؟ ليه يكلمك أنت ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا عشان تدخل الجنة؟ ليه؟ هو ما هو أولى بيها، ما يدخلهاش هو ليه؟